السلام عليكم ورحمة الله متابعين الصفحة ديال كود السياقة. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نشرحوا الأسئلة ديال الامتحان من محور قواعد السير. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا ما تنساوش تشتركوا فيها وتخليونا التعليق، واللي قرب عنده الامتحان يحاول يبارطاجي هذا الفيديو ويتواصل معنا في الصفحة باش نعطيوه الأسئلة اللي كتجي في الامتحان. على بركة الله نبداو الشرح السلسلة ديالنا. السؤال رقم 1: يمكن لي ناخذ مكاني من الطريق اللي على اليسار؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 2. إذا ما يمكنليش ناخذ الطريق اللي على اليسار ديالي لأن عندي خط متصل وعندي هذا السهم هذا ديال تأكيد اتجاه، يعني خصني ندور على اليمين. إجابة رقم 2. غادي بسرعة 60 كيلومتر الساعة، واجب عليا ننقص من السرعة؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. نعم. إذا هنا في هذه الحالة كنشوف كاين أشغال، ملي كنشوف الأشغال راه من الواجب عليا خاصني ننقص من السرعة. إذا الإجابة رقم 1. استعمل المنبه الصوتي؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. يعني هنا هاد السيارة دايرة السينيال راجعة كتستاسيوني، ما كاينش شي خطر اللي نستعمل عليه المنبه الصوتي، فقط نقص من السرعة وننتظر حتى تستاسيوني وندوز. إجابة رقم 2. حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور، في هاد الطريق السرعة ديالي محدودة 80 كيلومتر الساعة، 90 كيلومتر الساعة، 100 كيلومتر الساعة، 120 كيلومتر الساعة. إذا الإخوان أنا يلا حصلت على رخصة السياقة. إذا السرعة فاش ما تكون عندي أنا محدودة في 90، ما يمكنليش نفوت 90. إجابة رقم 2. سؤال 5: يمكن لي نبقى غادي بسرعة 100 كيلومتر الساعة وواجب عليا ننقص من السرعة؟ هنا الإخوة اللي شفنا مزيان كتبان لي كاينة الضبابة، إذا راه من الواجب عليا ننقص من السرعة، يعني أحوال الطقس ما مزياناش راه من الواجب عليا ننقص من السرعة. الجواب الصحيح هو رقم 2. راه من الواجب عليا ننقص من السرعة لأن هنا كاينة الضبابة، صعيب عليا السياقة، يعني راه من الواجب عليا ننقص من السرعة. الإجابة رقم 2. ندخل في حركة السير الآن. نعم إجابة 1، لا إجابة 2. نبقى غادي في هذا المسلك. نعم إجابة 3، لا إجابة 4. جواب الصحيح في السؤال 2 3. إذا ندخل في حركة السير الآن. لا، عندي خط متصل، خصني نبقى غادي في هذا المسلك حتى يتقطع الخط عاد يمكن لي ندخل. الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 2 و 3. نزيد من السرعة؟ إجابة 1. ننقص من السرعة؟ إجابة 2. نستعد باش نوقف؟ إجابة 3. هنا عندي ملتقى الطرق وكاين الضو خضر شاعل، واخا كاين الضو خضر شاعل خصني ننقص من السرعة، ونستعد باش نوقف. قدرت دوز شي عربة درت الأسبقية. مفهوم إخوان؟ ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب 40 كيلومتر الساعة. إجابة 1. 60 كيلومتر الساعة. إجابة 2. 70 كيلومتر الساعة. إجابة 3. إذا هذه العلامة ديال الإرشاد مكتوب فيها السخيرات، يعني دخلت انا للتجمع السكني، السرعه ديالي كتحدد 60، يمكن لي نسوق ب 40 ويمكن لي نسوق ب 60. تبدل الضو صفار ندوز. اجابه 1. نوقف. اجابه 2. هنا الاخوان الضو صفار كنوقفوا فيه، ولكن كندوز في حاله واحده استثنائيه، هي لكن من وراي شي خطر، الوقوف ديالي يشكل واحد الخطر. نشوفوا هاد سائق السياره هو ما مخليش مسافه الامان، يعني الا وقفت يوقع واحد الاصطدام، في هذه الحاله خصني ندوز. أنا غادي ب 60 كيلومتر الساعة، نحتفظ بالسرعة ديالي. إجابة 1. ننقص من السرعة. إجابة 2. هنا الإخوان أنا غادي ب 60 كيلومتر الساعة، راه من الواجب عليا خصني ننقص من السرعة. علاش؟ كاينة قدامي هاد الحافلة خصني ننقص من السرعة باش نتجاوزها. إجابة رقم 2. في هاد الطريق دا اتجاه واحد، انا في مكان مناسب باش ندور على اليسار. نعم إجابة 1، لا إجابة 2. الجواب الصحيح الإخوان هو رقم 2. إذا لا شفنا هنا مزيان أنا غادي في وسط الطريق، ماشي هاد لا اليمين لا اليسار، أنا في هاد الحالة غادي في وسط ديال الطريق. واش أنا في مكان مناسب من الطريق؟ لا. إجابة رقم 2. كنسوق بسرعة 60 كيلومتر الساعة، ننقص من السرعة ديالي، نحتفظ بنفس السرعه ديالي، نزيد من السرعه. هنا الاخوان انا غادي ب 60 كيلومتر الساعه، كاينه واحد البيست، يعني راه من الواجب عليا خاصني نقص من السرعه. واش نبقى غادي بنفس السرعه؟ لا، خاصني نقص من السرعه. الاجابه رقم 1. انا في مكان مناسب باش نغير اتجاه لليمين. نعم إجابة 1، لا إجابة 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. انا
غادي في المسلك ديال اليسار. الا بغيت نكون في المسلك المناسب خصني نشد اليمين ديالي. ديما الاخوان الا بغينا نتبعوا السير القدام ولا ندور اليمين خصني نشد اليمين. اما هنا انا في المسلك ديال اليسار. اجابه رقم 2. نستعمل المنبه الصوتي. نعم اجابه 1 لا. اجابه 2. نبه باشاره ضوئيه. نعم اجابه 3 لا. اجابه 4. هنا هاد سائق السياره راه خرج تجاوز، يعني ننبهو غير باشاره ضوئيه. اما المنبه الصوتي ما كاينلاش. علاش؟ هو خرج تجاوز، يعني ننبهو باشاره ضوئيه. اجابه 2 3. غادي بسرعه 40 كيلومتر الساعه، واجب عليا ننقص من السرعه. نعم اجابه 1 لا. اجابه 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. ماشي من الواجب عليا، انا محترم القانون، ماشي من الواجب عليا ننقص من السرعه الاخوان. اذا الاجابه رقم 2. باش نمشي بسرعه منخفضه في هذا المنحدر، ننقص من درجه السرعه تدريجيا، نحول مبدل السرعه لنقطه عطله، نستعمل الحصه بصوره متصاصله. هنا الاخوان كاينه واحد الهبطه، هاد الهبطه باش نتفادى بها ما تهبطش الطوموبيله كتجري، يعني خصني ننقص من درجه السرعه تدريجيا. الاجابه رقم 1. نتمنى الشرح يكون مفهوم. خليوا لي تعليق الاخوان.